Wind is one of the most important factors that architects and engineers must consider when designing tall buildings. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنشرح مثال بسيط عن ازاي نحسب احمال الرياح على منشأ السطح بتاعه مايل بس في الاتجاه التاني، يعني داون وورد مش اب وورد. يعني بمعنى انا دلوقتي مثلا المره اللي فاتت خدنا اكزامبل على لو انا عندي روف مثلا، الروف ده بالمنظر ده كان السلوب بتاعه بوزيتيف في الاتجاه ده، كويس. فكنا بنحسب ايه؟ بنحسب احمال الرياح على جزء الويند وورد والجزء بتاع اللي وورد ده، تمام. وبنشوف حسبة احمال رياح على السلوب دروف. طبعا احنا كان عندنا اول حاجه كنا بنحسبها تان الفا، كنا بنشوف الارتفاع ده، فرق الارتفاع ده مثلا وليكن اللي هو الواي، والاكس مثلا في الجزء بتاع الاكس ده، وكنا بنحسب تان الفا. تان الفا كانت بتساوي واي على اكس، وكنا بنخش في كيرف كده. الكيرف ده والله كان بيقول لك مثلا ايه، انت دلوقتي مثلا والله لو انت عندك هو اشبه، لو هو كان السطح اشبه ان هو يكون اقرب ما يكون ان هو يكون افقي، هيبقى السي بتاعتك بنيجاتيف 0.8، تمام، نيجاتيف 0.8. لو هو السطح اقرب ان هو يكون رأسي، فهيكون تقريبا اولموست يكون بوزيتيف 0.8، تمام. كان الكيرف بالمنظر ده، كان نيجاتيف 0.8 لو هو كان افقي، وكان ان بتوين، تمام، هنا بوزيتيف 0.8، تمام. طيب ان بتوين كان فيه جزء كده كان بيقع ان انت مثلا ايه، ممكن يبقى فيه احتماليه ان يكون فيه بوزيتيف ونيجاتيف. النهارده هنتكلم على المثال البسيط موجود في الكود. والله هو لو كان نيجاتيف سلوب بالمنظر ده، هو قال لك هي ما عندناش الا كيس واحده بس، يعني هي كيس واحده، مفيش تو كيسز. يعني انا دلوقتي هيبقى انا مثلا ده الويند وورد هيبقى بوزيتيف 0.8 عليه بريشر، تمام. طيب واللي وورد هو خلاص ده ثابت عليه سكشن زي الاكزامبل اللي فات عادي، تمام. بس قال لك بقى الروف ما فيش بقى ايا كان اختلاف الزاويه اللي هي الفا دي، هي عليه سكشن نيجاتيف 0.8، تمام، نيجاتيف 0.8. فبالتالي الحسابات مش هتختلف عن الاكزامبل اللي فات، كل الفرق بس ان الروف بتاعنا هيبقى على طول عليه ايه؟ سكشن، ايا كانت بقى الزاويه، طالما ان هو في الاخر ان الالفا ديت، تمام، بالنيجاتيف يعني نازله لتحت، تمام، فده ايه؟ هيكون عليه سكشن. طبعا هو نفس الاكزامبل اللي احنا قلنا عليه، ان احنا الويند سبيد بتاعتنا عشان في القاهره 33 متر بير سكند، الاكسبوجر قلنا ان هي كاتيجوري بي، وقلنا ان هو مفيش انترنال بريشر، تمام. وجينا حسبنا قلنا المعادله اللي هي نص رو في سكوير اللي هي جايه من معادله برنولي، تمام. والسي تي ديت عشان هي ارض مستويه بواحد، والسي اس قلنا عشان هي اقل من 60 متر، تمام، ديت هيبقى بواحد. فبالتالي نص رو في سكوير، تمام، هتدينا 0.68. طيب 0.68 خلاص، ده احنا كده حسبنا المين ويند بريشر. فاضل ان احنا ازاي هنوزع بقى الويند بريشر ده على الاسطح الخارجيه بتاعه المبنى ازاي. الموضوع سهل وبسيط، تمام. عندنا المنشأ ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 حاجات. هنا الويند وورد الجهه المقابله للويند، والجزء بتاع اللي وورد، تمام، والروف اللي هو ده. طيب ناخد الفاكتورز من الشكل الهندسي اللي هو الكود عامل حاطه في عنده في الكود بالمنظر ده كريفرنس. سي اي بتاعتنا 0.8 في الويند وورد، في حاله اللي وورد نيجاتيف 0.5، وفي حاله الروف نيجاتيف 0.8. خلاص هناخد الرقم ده، تمام، نضربه في 0.8 يبقى 0.55، تمام. طبعا احنا الكي عندنا بواحد عشان احنا كاتيجوري بي، فبالتالي يبقى انا عندي بريشر 0.55 على الويند وورد. خلي بالك انا عامل لك بالوان مختلفه بحيث ان انت تعرف ان ده كده عليه بريشر، دول عليهم ايه؟ سكشن، تمام. طيب اللي وورد نيجاتيف 0.5 هتبقى ايه؟ يبقى انا بقى في الاخر 0.35 على اللي وورد. طيب الروف ما فيهوش تو كيسز، هو في كيس واحده بس، فبالتالي ده اسهل من الناحيه اللي انا كنت بقول لك عليه الايه، السلوب بتاعتك بوزيتيف مش نيجاتيف، كويس. ده كان بيبقى فيه تو كيسز، في احتماليه ان هو يبقى عليه بوزيتيف بريشر او عليه سكشن، وفي كيسز كان ممكن يبقى عليه خلاص هي كيس واحده يكون عليه بوزيتيف بريشر، وفي كيسز تانية بيكون عليه هي كيس واحده برضه نيجاتيف ايه؟ بريشر اللي هو سكشن. الروف يعتبر نفس البريشر بتاع الويند وورد، هتبقى
بس اختلاف الاشاره نيجاتيف 0.55 ونيجاتيف 0.55 اللي هي الايه القيمه دي. الموضوع سهل وبسيط جدا. زي ما قلت لك اهم حاجه بس انا اتكلمت في الويند كتير تمام، بس عشان يبقى الكونسبت ايه واضح وسهل. الاشكال الكتير ديت خلاص احنا بناخد فيها اكزامبل بحيث احنا نغطي اغلبيه الابلكيشنز اللي احنا بنقابلها في حياتنا، سواء شيلترز، سواء مصانع ستيل، سواء مباني سكنيه، سواء كوميرشال، سواء مولات تمام، سواء ممكن اشكال معماريه في الواجهات تمام بتبقى باشكالها المختلفه. طبعا الموضوع بيبقى في الويند مش كريتيكال عندنا مثلا في المباني الخرسانيه، الا اذا كان بقى الحاجات ارتفاعاتها كبيره بيبقى ممكن كريتيكال في الستيل، بتبقى القطعات خفيفه والكلام ده كله، فبيبقوا كلها اغلبيتها كليدنج تمام، فبيبقى كريتيكال اكتر. بيبقى الويند كريتيكال برضو في الاجزاء المباني ناطحات السحاب والحاجات اللي هي العاليه جدا، التول بيلدينج والفليكسبل. غير كده ان شاء الله يعني هتلاقي مثلا ايه الحاجات السايزمك في المباني الخرسانيه ممكن يبقى اكتر شويه تمام. ان شاء الله مكملين مع بعض هناخد نفس الاكزامبل ده، بس لو احنا مثلا عندنا ايه مالتيبل بيلدينج بنفس الايه ده تيبيكال منه يعني، بس كذا واحد. اوكي، بعد كده ان شاء الله هنحاول نغطي بقيه الاكزامبل ونبتدي نخش بقى على محاضرات تانية ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم في المحاضرات الجايه. لو حد عنده استفسار يتواصل معايا دايركت على اي حاجه من وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.